صباح الخير عليكم وألف سلام على إخوتي وإخواني على ساريتا كويزين. اليوم جيت نشارك معاكم وصفة تاع لامونة خفيفة ريشة، راح تكون ناجحة من أول مرة، توالم خاصة في هذه الحرارة، راح تطلع تمتم وكامل ما تغبنكمش. بنتها بنة ومقاديرها جد بسيطة، شوفوا الحطة تاعها والخفة تاعها وبنتها، ما نحكي لكم ان شاء الله تجربوها. اول حاجه احباب قلبي لازم نبداو بلا كريم، باسكو لازم تبرد باش نعاودو نطلعوها. دونك راح نديرو اون بتيت كريم موسلين بلا ما نستعملو البيض. راح نحتاجو لربعة حبات تاع لامونه كما شفتوا في الديبي، غير زوج ومازالوا زوج واحد اخرين. راح نحتاجو 4 كؤوس تاع الحليب، 5 ملاعق كبيره تاع السكر، 6 ملاعق كبيره تاع نشاء الذره او لا مايزينا. تحبوا ديروا 6 سكر ديروا، انا فقط حبيت نقص درت 5. نخلطوها جيدا فوق النار حتى تعقد على نار متوسطه وتولي بهذا القوام. تروحوا تضيفوا لها ملعقه كبيره تاع لا مارغرين، ملعقه صغيره تاع لافاني، تخلطوهم تري تري بيان حتى يمتزجوا في هذيك لا كريم. وتروحوا تعاودوا تفرغوها في وعاء اخر وتفيلميوها اون كونتاكت، يعني بكيس بلاستيك يكون نظيف او بالغلاف الشفاف الخاص بالمطبخ حتى تبرد تماما وتولي كتله واحده باش نولوا ليها. اذا كنتم مزروبين تقدروا ديروها في المجمد والا ديروها في الثلاجه فقط. نروحوا نحضروا العجينه تاعنا. تقدروا تقسموا المقادير على نصفين. عندي هنايا لا فارين نبداو نطمو ونزيدوا لها 2 أكياس تاع خميره الحلوى، يعني هذا راح تزيد لها خفه على خفه. صراحه انا هاد الوصفه عمري لا نبدلها، وصفه بزاف سهله وناجحه 100%. يبقى لنا هنا الملاحظات الاخيره تاع العجين اللي لازم تتبعوهم بالتدقيق وتتبعوهم. هنايا العجينه ما يلزمش تطموها وتجيكم يابسه، لازم تديروا الفارينه غير بالعقل. وتوجو انا ننصحكم ونقول لكم لا فارين غربلوها في وعاء، يعني من قبل هكذا باش كي تبداو تخدموا تلقاوها واجده، ما تقعدوش تغربلوا مباشره فوق العجينه وما تعرفوش تحركوا ديروا. غربلوها في وعاء ولا باسينه قدامكم. شوفوا هنا العجينه كيفاش لازم تكون، ما نضموهاش بزاف. يا ربي راح نديروا لها 6 حتى ل7 كؤوس تاع الفارينه. اذا درتوا نصف، يعني نصف الكميه، ديروا 4 ماكسيموم تاع الفرينه. دونك سا ديبون، توجور ديروا الفرينه غير بالعقل. لازم العجينه تجي تلصق وخفيفه. خبطوها خبطوها خبطوها، دخلوا لها الهواء حتى يولي السطح تاعها ليس، ما يوليش هكذا فيه لي غرومون. اذا كان فيه لي غرومون هذاك السطح فيه تكتلات، معناها العجينه ما راهيش مخبوطه مليح. لازم تخبطوها مليح، شوفوا بهذا الشكل كيما تخبطوها من قبل، كيما تزيدوا دوكا تكسروا لها الخمور بنفس الطريقه. كيما شفتوني خبطتها مليح حوالي 3 دقائق 4 دقائق. من بعد درت لها كامل الزيت وخليتها خمرت خطره الاولى. الخطره الثانيه راني زدت خبطتها كيما راكم تشوفوا، زادت ولات رطبه كتر وكتر وتولي الاستيك كتر وكتر. هنا خمرت لي المره الثانيه، هنا راح نجي نشكلها.
بشويه زيت في يدنا، نقسم العجينه تاعنا على 4 أقسام متساويه، وكل قسم راح نحلو فوق ورق الطهي. كما قلت لكم ما تنساوش الفارينه، ما تكتروش هكذا باش تجيكم لامونه خفيفه. اذا كان عندكم بيتران تقدروا تديو لها هذاك الهواء بالبيتران. انا توجور نحب نخدم بطريقه بسيطه مع الاخوات والاخوه باش اي واحد يقدر يدير الوصفه، يعني ماشي لازم يكون عنده عجان باش يقدر يخدم. دونك هنايا توجور بالاستعانه بالزيت نحلوها بلا حلال، غير بيدكم فقط. قرصوها كيما تقرصوا الخبز، يليق تقعد خشينه ما تجيش رقيقه، حوالي 1 سنتيمتر الغلاظه تاعها. ما تهبطوهاش ومن بعدك من بعد كي تطيب ما تقدروش تحلوها، لازم نهبطوها حوالي 1 سنتيمتر، نخلوها تخمر، ندهنوها قبل. عفوا انا هنايا درت حبه بيض مع قطرات تاع القهوه تاع لابريس، يعني الموجوده في البيت اللي نطيبوها صباح وعشيه، قطرات فقط. ندهنها هكا بالبيض ونزيد خليتها نص ساعه. شوفوا هنايا الراحه راح تكون على حسب الحراره اللي عندك في المطبخ. اذا كانت عندك سخانه بالطبع تمتم راح توجد معك، يعني راح تاخذ لك 20 مينوت في الخطره الاولى ومن بعدك 20 دقيقه في الخطره الثانيه، وهنايا 20 دقيقه. هنا راح نخليها تخمر معك، ندخلها الطيب الفوقه كامل، والنار تاع الفوق تكون قاويه، يعني حتى 200 220 درجه، بلا ما نشعل لها من الفوق. راح نطلع لها لاغري الفوقه كامل، راح تطلع وتخمر في نفس الوقت. وكل وحده طيب كيما حبت على حسب لو فوق تاعها، يعني لو فوق لامونه طيب كيما يطيب الخبز بنفس الطريقه، يعني نفس الطريقه اللي تعتمديها باش طيبي الخبز طيبي بها لامونه. تحبي تشعلي لها ديريها في الوسط وتشعلي لها شويه من تحت تحمر لك معك طفي، وتشعلي لها من الفوق حمريها كيما حبيتي. نجيبو هنايا لا كريم كيما شفتوني حليتها شويه بالباتور، زدت لها كاس حليب وكاس بودره الشانتيي، وكملت ضربتها حتى تحصلت على كريمه بزاف بزاف خفيفه. شوفوا هنا لا كريم جات روعه، واحد لا كريم موسلين تهبل. تقدروا هذه تستعملوها حتى باش تحشيو بها لي باتيسري تاوعكم كي يكون ما عندكمش بزاف لي زانغريديون، يعني تجي هايله. ولعبوا على النكهات. دونك هنا كيما شفتوا قسمتها لقسمين، قسم درت له لاباط اروماتيك فريز، وقسم درت له لاباط اروماتيك بانان. وهنا يقعد لكم لو شوا ليكم، تحبوا تخلوها فاني خلوها، تحبوا تزيدوا لها ملعقه كاكاو باش تعطوها نكهه الشوكولا، تحبوا حتى تضيفوا لها 2 كريم ديسير شوكولا ولا 2 كريم ديسير كراميل كيما حبيتوا. شوفوا هنا لامونه تاعنا شحال راهي خفيفه ريشه، جات بزاف هايله. راح نقسموها هنا على قسمين برفق. كما قلت لكم انا في لو ديبي تاع لا فيديو، المقادير تاوعنا كسولا سوا تاع لا كريم ولا تاع العجين خرجوا لي 4 حبات تاع لامونه. واليكم الخيار، اذا حبيتوا تقسموا تخرجوا 2، تزيدوا تقسموا تخرجوا وحده، نتوما نلعبوا بالمقادير. انا عطيت لكم المقادير غير بالكاس، وانتوما نلعبوا بالمقادير كيما حبيتوا وتخرجوا لا كونتيتي اللي حبيتوا. عباكم بلي لامونه يعني ماكسيموم تاعها تبات ليله، اذا باتت ليله حطوها في الثلاجه، يعني في الفريجيدير من تحت، غطوها بيان بكيس بلاستيكي وحطوها في الفريجيدير باش تقهووا بها غد من داك. لامونه ما تقعدش بزاف، على بالكم بلي تاع نهارها ماكسيموم غد من داك. دونك هنا كيما شفتوني قسمتها حشيتها وجيت لهنا التزيين. انا كان عندي شويه عسل شويه لاجولي، دونك خلطهم. يقدر يكون عندكم معجون واش يكون عندكم حاضر دهنوها هكذا من الفوق. تحب دهن لامونه، تحب هذيك لابغيونس باش تلصقوا لها كاع واش راكم حابين من الفوق. انا هنا راح ندهنها. قلت لكم عندي عسل مع لاجولي، تقدروا ديروا عسل وحده لاجولي وحدها، كونفيتور اللي كانت عندكم تقدروا ديروها، غير فقط باش تكون ماده لاصقه. درت هنايا كاوكاو محمص ومرحي بقشورو كان عندي في الدار. كما تقدروا ديروا كما برا في المحلات يديروا لها لا شابلور، ما يديرولهاش ميم با الكاوكاو. تقدروا ديروا لها لا نوا كوكو، التزيين يكون على حسب خياركم. تقدروا ميم تذوبوا لها شويه شوكولا وتدهنوها من الفوق. تقدروا ميم تخدموا لها ان فوندون، شويه حليب وتعقدوه شويه حليب غير شويه فنيجل، وتعقدوه بالسكر غلاس حتى يتقال معاكم، وديروه من الفوق بيض ان فوندون، يعني تجي بزاف سهله. انا هنايا كملت رشيتها بالسكر غلاس، احنا نحبوها هكذا، نحبوا لا جولي، نحبوا الكاوكاو، نحبوا السكر غلاس. وكملت زينتها بحبيبات تاع لي سوريس كانوا عندي في الثلاجه. يعني صراحه الوصفه تاع اليوم تستحق التجربه،
تجي بزاف سهله، مقاديرها اقتصاديه، وكما قالوا لي بناتي ماما درتي لنا باتيسري، مساكن ما يعرفوش، غير حاجه تكون فيها او كريم ولا ماما باتيسري اون توليكا كلاوها ولاقت بيهم بصحتهم وبصحتكم بالصحه والعافيه. ما تنساوش تخلوا لي لايك، تضغطوا على زر الاعجاب يهمني بزاف، خلوا لي كومونتير تاعكم، نحب بزاف نقراهم واحد بواحد. الى اللقاء، دمتم ديما بخير، ديما فرحانين، شاركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يلحقوكم الاشعارات. محتاجه دعمكم كما دائما نقول لكم، راني نشقى عليكم ونبارطاجي معكم الشغف تاعي. اصدقائي وصديقاتي ماذا بيا نتوما تاني تدعموني. الى اللقاء، نتلاقاو على ساريتا توب كويزين على الانستغرام و ساريتا كويزين لاباج تاعنا فيسبوك. الى اللقاء، دمتم ديما بخير، ديما فرحانين بصحتكم. اذا حبيتوا وصفات اخرى خلولي في التعليقات ونديروهم مع بعض.